أسرة مغربية خرجت على راسها، شوهات راسها، فتحات راسها على ود الادسنس وعلى ود الفلوس. هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. الا رجعنا بواحد 10 سنين اللور اولا 15 عام اللور، ولاحظنا كيفاش كان النظام ديال الاسره وكيفاش كنا عايشين وكيفاش الطريقه ديال العيش ديال الاسر المغربيه، غادي نلقاو بلي الامور تغيرات وتبدلات 180 درجه. كنا مازالين صغار، كنا كنجيو من قرايتنا، كنخرجوا نلعبوا مع الدراري، كندخلوا للدار قبل من الاب ديالنا، كنوضوا كنحفظوا، كنجلسوا قدام التلفازه مجموعين، كنتفرجوا مجموعين، كنتعشاو مجموعين. من بعد كل واحد كينوض كيمشي لبلاصتو باش ينعس، باش لا غد ليه ينوض لقرايتو. كانوا الولاد كيحترموا الاب ديالهم، كانوا عاطينه واحد القيمه كبيره، كان الاب كذلك كيحترم الابناء ديالو، كانت الام هي اللي واقفه على التوازن ديال العائله، هي العمود ديال العائله، وكل شيء كان بخير وعلى خير، والناس عايشه بداكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى، وراضين على داكشي اللي عطيهم الله سبحانه وتعالى. من بعد جا الانترنت، الاولاد ولاو كيختاروا انهم يجلسوا بوحدهم كثر، انهم يديروا السبه باش يكونوا دائما بوحدهم. وللاسف من بعد حتى الوالدين ولاو متبعينه، حتى ولا الاب كيجلس في جهه، الام كتجلس في جهه، والولاد كيجلسوا في جهه بوحدهم، ما بقاو كيفطروا مجموعين، ما بقاو كيتغداو مجموعين، ما بقاو كيتعشاو مجموعين. حتى تطورت الامور، ولينا كنشوفوا هذا الشيء اللي كنعيشوه اليوم، ولينا كنشوفوا اسر كتفضح بعضياتها على ود الفلوس وعلى ود المشاهدات. حتى ولينا كنشوفوا الاب في جهه والام في جهه، وكيفضحوا بعضياتهم وكيفضحوا الاسرار ديال حياتهم على ود الفلوس وعلى ود المشاهدات. حتى ولينا كنشوفوا الابناء اما مع الاب ديالهم اولا مع الام ديالهم، وكيتعايروا تا هما مع الطرف اللي هما ضده. حتى ولينا كنشوفوا بنات مع الاب ديالهم كيعايروا الام ديالهم وكيحكيوا على الاسرار اللي عايشين في دارهم. حتى ولينا او لو فريمون عايشين ان اب دخل في قضيه اللي عيب اننا نذكروا اسم القضيه اللي داخل عليها، عيب نذكروا القضيه في مجتمع اللي محافظ، في مجتمع اللي عنده تقاليد خاصه ديالو، في مجتمع اللي كنقولوا عليه انه كيخاف الله. ولكن علاش غادي نتدهشوا؟ حنا اللي ولينا بعادين على اللي خلقنا، حنا اللي ولينا بعادين على الثقافه ديالنا، على التقاليد ديالنا، حنا اللي ولينا بعادين على الاخلاق ديالنا. حتى ولينا كنعيشوا هذا الشيء، واي واحد فضح نفسه، اي واحد شوه نفسه وشوه داره وشوه وليداته وبعد من ستر الله سبحانه وتعالى، فيستاهل العواقب ديال ديك الفضيحه اللي دار.